فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة اليوم الخميس 2 مارس الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات اختفاء موظف شرطة في ظروف تحتمل شبهة إجرامية. وحسب المعلومات الأولية للبحث، يورد البلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد اختفى موظف شرطة يعمل بفرقة المرور بمنطقة أمن الرحمة بالدار البيضاء مباشرة بعد انتهائه من مهامه مساء أمس الأربعاء، مخلفا وراءه كاميرا وظيفية محمولة ونظارات شخصية تم العثور عليها، وهي تحمل بقايا آثار دماء. وقد مكنت عملية المسح والتمشيط التي باشرتها مصالح الأمن الوطني بالتنسيق مع عناصر الدرك الملكي من العثور على جثة متفحمة داخل قناة للصرف الصحي بالقرب من دوار الخدارة بضواحي حد سوالم، والتي يشتبه في كونها لموظف الشرطة المختفي، خصوصا بعدما تم العثور بمسرح الحادث على أصفاد مهنية وبقايا من صدريته الوظيفية. ويعمل خبراء الشرطة العلمية والتقنية حاليا على التحقق من هوية الضحية بالاعتماد على بصماته الجينية، بينما يواصل ضباط الشرطة القضائية أبحاثهم الميدانية وانتداباتهم التقنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.